السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده حبايبي جبت ايه؟ جبت شوية حاجات بقى كده ورحت السوق وقمت الصبحية بدري كده عشان الحاجة بتاعة الصبحية بتبقى حلوة أحلى من حاجة الضهر، لأن الحاجة بتاعة الصبحية يكون الناس خدتها بقى الحاجات اللي بتبقى صبحة كلها وبعد كده بقى بيسيبوا الايه؟ الحاجات اللي هي بتبقى مش كويسة. لما تحبي تروحي السوق روحي بدري. أنا بقى نزلت بدري كده اهوت، وأول ما رحت السوق عيني جت على الكرنب. ما شاء الله الكرنب النهارده كان جميل أوي كده وشكله يفتح النفس. جبت كام واحدة؟ جبت 5 كرنبيات. الكرنبة النهارده كانت واقفة معايا على 30 جنيه. ماشي، جايبة ال5 كرنبيات كده كانوا عاملين 150 جنيه. وأهم حاجة وأنتِ بتنقي الكرنب ما تنقيهيش المكبوس عشان ما تتكسرش معاكِ. وجبت كمان إيه، جبت جزر، الجزر النهارده كان عامل 20 جنيه. وجبت ليمون كده زي ما أنتم شايفين، كيلو وربع من الليمون، كان الكيلو الليمون عامل 25 جنيه. أنا باحب أجيب الليمون الكبير ده كده عشان باحس اللي هو فيه مَيّة أكتر من هو الصغير. الصغير كان عامل 23 والكبير ده كان عامل إيه، 25 جنيه. طبعًا البطاطس النهارده الصراحة في السوق ما كانتش عاجباني خالص، كلّها طرية كده ومخوّخة وحاجة استغفر الله العظيم يا رب. ما صدّقت اللي أنا يعني عرفت أنقّي حبّة البطاطس دُولة. طبعًا بعد ما نقّيت البطاطس دي أنا قعدت أكتر من ربع ساعة عشان أنقّي شوية البطاطس اللي أنتم شايفينهم دُولة. عشان يعيشوا معايا في قلب الشيّالة، عشان في المطبخ الحاجة بتبوظ بسرعة، لازم يكون ناشفة شوية عشان يعني تقدر تعيش معايا شوية. أنا البطاطس النهارده كانت عاملة 25 و23 جنيه، أنا طبعًا خدتها على 23 جنيه. لمّا لقاني خدت كمية حلوة وغير كده وقفت ربع ساعة صعبت على الراجل الزار والّا إيه، ادّاها لي على 23 جنيه. وجبت إيه تاني، جبت بصل، البصل النهارده كان عامل 18 جنيه و15 جنيه. البصل اللي هو الكبير اللي أنا باحبه عشان المحشي، واللي هو الصغير اللي هو الوسط ده باحبه الصراحة في الطبيخ. وجبت القرنبيطية دي، القرنبيطية كانت عاملة كام؟ القرنبيطية كانت عاملة 25 جنيه. وجبت كمان خيار البلدي ده جميل تحفة مسكر أوي. الخيار النهارده كان عامل 18 جنيه. جبت 2 كيلو. وجبت كمان بسلة، البسلة جميلة أوي النهارده كده، كانت البسلة عاملة 50 جنيه، طبعًا أنا وقّفتها على 45 جنيه عشان هو مدّيني من ده على ده، يعني في منها تحسّي كده اللي هو فاضي وفي منها اللي هو مليان، رُحت أخدتها على 45 جنيه. وجبت الشنطة دي كلّها اللي أنتم شايفينها كانت عاملة معايا 15 جنيه. الخضرة ما شاء الله بتاعة الشتا بتبقى جميلة. وجبت البطاطا دي، البطاطا حلوة أوي جايباها للشوي، أنا باحب أجيب البطاطا اللي هي مليانة عشان ما تنشفش معايا في قلب الإيه، في قلب الفرن، لإن البطاطا اللي هي الرفيّعة بتنشف وما بتبقاش حلوة في الفرن. تمام، أنا جِبت البطاطا دي بكام، جِبتها ب8 جنيه، والبطاطا اللي هي متكسّرة ال3 منها كانت ب10. وجِبت كمان كيلو ونُص من السبانخ، السبانخ كانت عاملة 20 جنيه النهارده. وجِبت فلفل حامي وفلفل رومي، الفلفل الحامي كان ب20 والفلفل الرومي برضك كان ب20 جنيه. وجِبت الكوسة الحلوة دي بقى اللي جميلة النهارده مخضرة كده وشكلها يفتح النِفس، الكوسة النهارده كانت عاملة 18 جنيه. حرفيًا الكوسة كانت جميلة أوي النهارده. بُص عاملة إزاي مخضرة كده واقفة على حيلها تحفة الصراحة. ما شاء الله، كانت عاملة كام؟ كانت عاملة 18 جنيه. والبتنجان بتاع المحشي كان عامل 15 جنيه. النهارده الصراحة ما شاء الله حاجات حلوة، تحبي تنزلي تجيبي حاجات حلوة انزلي بدري، بضّعي بقى اللي أنتِ عاوزاه. وجبت البتنجان الرومي ده، البتنجان الرومي النهارده كان عامل برضك 15 جنيه. لمّا تيجي تنقّي البتنجان، نقّي الخفيفة اللي مش محجرة كده تمسكيها تلاقيها ناشفة تحت إيديكِ، اللي هي بتلمع كده وتكون خفيفة. وجبت إيه تاني، جبت عداية طماطم، عداية الطماطم وقفت معايا بكام؟ وقفت معايا على 200 جنيه. طبعًا أنا باحب أشيل الطماطم كده زي ما هي في قلب الأكياس وأروح حاطاها في الفريزر، ولمّا أحب أعمل أكلة والّا حاجة أروح مطلّعة إيه، على الطلب. بس ما شاء الله شوفوا الطماطم حمرا كده وحلوة وماسكة نفسها. وشِلت كمان منها في التلاجة لمّا أعوز منها للسلطة والّا حاجة باطلّع منها. دي كانت مشتريات النهارده من السوق. تعالوا بقى نشوف حاجات بتاعة العلافة. حاجة العلافة النهارده جبت 4 إزايز زيت والإزازة كانت عاملة 65 جنيه. وجبت كيسين ملح لإن أنا باستعمل الملح اللي هي الأزايز مش الأكياس. أمّا الأكياس دي أنا باستعملها في إيه، تنضيف الطيور. وجبت كده مكرونة مشكّلة من كل حاجة كيسين، كيسين. وجبت نُص علبة مرقة دجاج عشان عندي نُص تانية في التلاجة. وجبت 6 كيلو من الرز، وجبت نُص كيلو من القمح بتاع البليلة ده. وجبت كيلو كده من العدس الأصفر على نُصّين. وجبت نُص كيلو من العدس أبو جبة. وجبت باكو شاي ليبتون. وجبت ب10 جنيه كمون ب10 جنيه فلفل أسود برضك. وعلبة سمنة.
و2 كيلو من الدقيق اللي هو جميع الاغراض، و3 كيلو من الايه، من السكر، عشان عندي حاجات من الشهر اللي فات، انا بكمل على الشهر اللي فات للشهر ده. وجبت ليفه حلوه قوي بردك، الليفه دي كانت عامله 55 جنيه. وجبت كده باكيتين من اللي هو الصابون بتاع سلفانة، الواحدة كانت عاملة 60 جنيه. وجبت القشرة دي حلوة جدا ومتينة كده ما شاء الله، وان شاء الله تستحمل معانا لان احنا كل يوم والتاني عاوزين قشرة. دي كانت عاملة 10 جنيه. والسكينة الواحدة من السكينة اللي هي الصغيرة كانت عاملة 22، والكبيرة كانت عاملة 27 ونص، يعني الصغيرة 22 ونص، والكبيرة ب37 ونص. والمضرب كان عامل 27 ونص. والليفة من دي كانت عاملة كام، 10 جنيه. والكنكة كانت عاملة 27 جنيه. الكاتل بقى كان عامل 320 جنيه. الكاتل ده حلو قوي. هو قاعد يشكر لي الصراحة فيه، انا لسه اول مرة استعمله، انا كنت بستعمل اللي هو الاستانلس. بتاع ده شغله قدامي كده اهوت عشان يشوفوا شغال ولا لا. وبعد كده قال لي عشان يعيش معاكي يعني مش ما شغلش الكاتل ورا بعضه عشان ما يتحرقش معايا. هو شغله كده هوت وجربهولي وراح ايه، لقاه كويس يعني الحمد لله. كان عامل كام، 320 جنيه. جبت بقى الجردل اللي كان نفسي فيه، الجردل ده. الجردل ده كان عامل كام، عامل 475 جنيه. بس جميل جدا. مهم. تعالوا بقى اوريهولكم من جوه كده شكله عامل ازاي. قعدت احاول افتحه لكم لحد ما فتحته بالعافيه. انا هنا بعد ما فتحت الجردل كده زي ما انتم شايفين، حبيت بقى يعني اركب لكم العصايه، ما عرفتش. ان شاء الله هخلي محمد جوزي هو اللي يركبها. ومع الجردل بيجي مع العصايه دي 2 غيار. اهو 2 غيار كده، هو واحده بتبوظ بتركبي غيرها. وعلى فكره بيتباع في الادوات المنزليه منها عادي برضك، لو حتى الاتنين باظوا مفيش مشكله. انا بقى حاولت اركبها كده، انا في الحاجات دي ما بعرفش الصراحه اركب، هو محمد جوزي بقى الصراحه اللي بيركبها الله يكرمه. طبعا انا بس بوريكم الفكره، هو الجردل تحفه الصراحه وجميل جدا وبينضف جدا جدا. مم. اي حاجه بقى ببقى ناسيها كده وبروح السوق بروح فاكراها بروح مشتريها على طول. عشان بتنفت من عليكي، يعني انت بتجيبي الحاجه وبعد كده بتلاقيها نفتت كده من عليكي. انا عماله احاول له احاول اركب لكم العصايه واركب لكم الغيار بتاعها. بوريكم بس هو شكله عامل ازاي. وان شاء الله لما هستعمله هبقى اوريه لكم في الاستعمال عامل ازاي. وادي كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص على كده، ولو وصلت لحد كده في الفيديو ما تنسينيش بقى في الاشتراك واللايك والكومنت الحلو كده زيكم. شفت اهو ركبته اهو، برضك هتلاقيه مش ثابت معايا، بص اتفك معايا اهو. وادي الفيديو بتاع النهارده والادوات والحاجات اللي انا اشتريتها النهارده من السوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.